قال لك ايه يا مؤسسه؟ صدقوا على فكره، انت سبحان الله انت مؤسسه ماشيه على الارض. عارف يعني ايه مؤسسه؟ يعني في جمعيه عموميه. الجمعيه العموميه دي بتحط اهداف استراتيجيه كده، البتاعه دي تشتغل ازاي وتكسب ايه وتعمل ايه، وجايبين مجلس اداره واداره تنفيذيه عليا. دي الاداره، مجلس الاداره والاداره التنفيذيه العليا تشرف وتراقب وتدير على اداء القطاعات التنفيذيه الموجوده في المؤسسه، مالي تجاري لوجستي. انت نفس الموضوع. سبحان الله، ربنا حاطط جوانا كده في جمعيه عموميه فيها اهداف استراتيجيه لابقائك على قيد الحياه ونجاحك. ومنها في مجلس اداره واداره تنفيذيه موجود هنا، اداره تنفيذيه عليا تشرف وتراقب وتدير على اداء القطاعات التنفيذيه، قطاع الكلى والرئه والكبد. لما تيجي تخلف ابنك بقى، هل انت بتقعد مع قطاع الرئه تقول له هتشتغل ازاي الكلى، او هتشتغل ازاي؟ بتقول لقطاع الكلى يتكلم مع قطاع الرئه ازاي؟ لا، ما فيش. سبحان الله. امال في ايه؟ في ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز، والله نازله بالكتالوج بتاعها، بمؤشرات الاداء بتاعتها، بريبورتنج سيستم بتاعها اللي بيرفع لمجلس الاداره. فلما الكلب بيهوهو ايه اللي بيحصل؟ القطاع السمعي بيطلع تقارير هنا. سبحان الله، عندهم هنا ايه؟ انتربرايز ريسك مانجمنت، اداره مخاطر مؤسسيه، وفي ريسك سكور كارد، ريسك ابيتايد وتوليرانس، مساواه خطر مقبوله ومتحمله. لان هي مش متحمله، راح مكلم قطاع ريبورتنج سيستم، مكلم قطاع مش عارف ايه، يطلع ادرينالين، هو كلم القطاع اللي جنبه تفط من مكانك. فبالتالي لو ما فيش اطار عام للحوكمه ونظم الرقابه اداره المخاطر المؤسسيه، مش هتفط من مكانك، هتتعد من ايدك، فمش هتعرف تقعد شهر. زي ما الجي ار سي بقى شغال جوانا، هو مش شغال جوانا بس، المفترض يشتغل في البيت والشارع والشغل عشان تبقي على قيد الحياه المؤسسه الاسريه والبزنسيه.